أصلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. بسم الله. النهاردة هنبدأ مع بعض فيديو جديد. هو حاجة عادي كلنا بنعملها وكلنا شاطرين فيها، بس في ناس بتزود مكونات. أنا ما بزودش مكونات. النهاردة هنعمل مع بعض السمك المقلي بطريقة سهلة جدا. أنا لما باجي أقول أكلة سهلة بقول سمك مقلي. ليه؟ لانه مش فيه اي حاجة، يعني بتبقى المقادير بتاعته سهلة وبسيطة وما فيهاش اي صعوبة، وما بزودش برضو بهارات في اكلي، واكلي والله مميز. يعني انا ما بزودش بهارات في اكلي خالص، والاكل بتاعي مميز جدا معروف. هنا معانا دقة اهي، احنا برضو اللي انا عاملاها في البيت، ان شاء الله ابقى اقول لكم طريقتها. ومعانا معلقة توم صغيرة ومعلقة دقة، ومعانا فلفل وكمون هنحطهم عليه اهو. وهنا كده معانا ليمون، عصرة ليمونتين اهو، ليمونتين. هي دي تتبيلة السمك اهي، مش اكتر من كده. ومعانا السمك بتاعنا، انا ما بحبش السمك الكبير، حجم السمك اللي انا بحبه اهو واقل كمان اهو، واقل كمان منضفينه اهو زي الفل اهو. هو ده حجم السمك اللي انا بحبه. ولو في اقل كمان، الناس بقى اللي بتحب السمك ده معايا يقولوا لي في الكومنتات. انا ما بحبش السمك الكبير خالص، ولا مشوي ولا مقلي. انا بحب حجم السمك ده سواء مشوي او مقلي. ويا سلام بقى كمان المشوي اللي انا هعمله لكم على الكانون باذن الله. يا جماعه شوي الكانون ده في حته تانية، في حته تانية خالص، يعني حاجه كده وهم. بصوا السمك اهو منضفينه وكنا نقعينه اهو ما شاء الله، شايفين؟ هنجيب كده الدقة بتاعتنا، ونسيب بقى المعلقة خالص دلوقتي. ندخل السمك كده في كل بطن السمكة اهو، والراس بتاعتها كويس. ونتبل السمك بتاعنا حلو اهو، نتبله. هو ده اللي انا بتبله، ما بحطش كزبرة ناشفة ولا بحط اي حاجة. انا بحب السمك كده بس. وهنعمل بقى النهاردة رز احمر هيعجبكم قوي. بصوا ان شاء الله تبارك الله. تشموا بقى السمك ده ولا زفارة ولا اي حاجة اهو. نتبل مع بعض السمك كويس. شايفين؟ بصوا تبل السمك حلو من بره ومن جوه. دلوقتي هنحط كمان، خلصنا. ده اسهل اكله بالنسبه لي. شايفين؟ تبلنا السمك كله اهو. هنحط بقى من بره كده، نوزع ونسيب حته من دي كده نحطها على السلطه. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ادي السمك بتاعنا تبلناه. بصوا نجيب كده التتبيله نحطها نوزعها في السمك كله. تتبيله سهله وبسيطه وطعمها بيبقى خطير. تحبي تاكلي السمك كده حاف طول ما انتي بتقليه، تحبي تطلعيه وتاكليه. السمك بتاعنا عليه ليمون وملح وكمون ودقه اللي احنا بنعملها. ان شاء الله انزل لكم طريقتها في اقرب وقت. الدقه دي انا مش بستغنى عنها خالص في اي حاجه بصراحه ليها علاقه بالثوم او الدقه، بستخدمها للباميه. اهو السمك بتاعنا اهو، بصوا عشان التتبيله تخش في السمك كله اهو. انا بعتمد التتبيله اللي انا بعملها دي في الكبده المقليه. ان شاء الله نقليها مع بعض. كبده الحاتي هتبقى حلوه قوي. الكبده المقليه هعمل لكم طريقه الكبده روعه. السمك البتنجان بقى، واعمل لكم مسقعه ان شاء الله كده يوم اكله شعبي كده يبقى خطير. وهنعمل بقى
مع بعض نسيب السمك شويه ونعمل الرز بتاعنا الاحمر. هيبقى لونه جميل قوي، هيعجبكم. انا هعمله بالصلصه دي صلصه كانت عندي في التلاجة اهي. كانت باقيه من محشي. هنحطها عادي جدا ونعمل بيها الرز بتاعنا، واتفرجوا بقى على جمال الرز الاحمر والوانه الحلوه. مش تنسوا اللايك والشير عشان الناس اللي مش نورتني بقى تنورني وتشرفني على القناه. وان شاء الله يا جماعه تستفادوا. وانا عارفه ان السمك كله بيعمله، بس انا اقول لكم طريقتي انا اللي انا بعتمدها على طول في السمك، ودي طريقه حلوه قوي وبطعم السمك هيعجبكم قوي. اي توابل زياده بتغير طعم السمك. النهارده لا، هناكل سمك اصلي، وان شاء الله نشوي بقى السمك الصغير ده على الكانون مع بعض باذن الله. هنروح بقى نجهز حاجه الرز وارجع لكم. هنعمل بقى مع بعض الرز ان شاء الله اهو. ادي الطماطم اللي احنا قلت لكم باقيه من المحشي هنحطها اهو. بسم الله. حبه ميه كده عشان تفك اهو. حطينا شويه زيت وحطيناها. هنقفل عليها بقى ونرجع لها تاني تكون فكت شويه، واجيبها واحنا بنحط الرز. هروح بقى اجهز حاجه السمك اللي احنا هنقليها واجيلكوا تاني. هنا بقى يا حبايبي اهو، بعد ما الصلصه اتسبكت ماشي، حطيت شعره كمون وشعره بودره زعفران اهي. بصوا، وغسلت الرز بتاعنا اهو. هنحطه الكميه بقى اللي انتوا حابينها والكميه اللي انتوا عايزينها اهو. نقلب كده الرز، ناخد تشويحه. التشويحه دي بتفرق في اي رز. بصوا ان شاء الله تبارك الله. الاسكندرانيه فين؟ رز الصياديه فين؟ الاسكندرانيه عشان حطولنا اللايك والشير. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. صلي على النبي كده مع بعض. الرز ياخد اللون الجميل ده اهو في التشويح. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا نحط بقى الميه بتاعتنا. نزود بقى الميه نظبطها اهو. بصوا طبعا انتوا عارفين عيار الرز. هنقفل بقى عليه، نحط الملح بتاعنا ونظبطه ونقفل عليه عشان نقلي السمك. احنا بقى ولعنا الرز خلاص وحطينا الزيت يسخن. جبنا هنا كوبايه دقيق ومعاها معلقتين نشا، وقلبنا كده مع بعض، وحبه بودره زعفران عشان لون السمك. معلش بقى انا بستخدم البودره دي كتير لانها كويسه، تدي لون طبيعي في اي اكل. تمام. هنقلب كده مع بعض اهو. هنجيب السمك بتاعنا شايفين اهو. نغلف السمك حلو عشان الناس اللي بتقول بيطلع طري، النشا بينشف السمك. حطينا بقى السمك بتاعنا اهو. ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما نقلبش دلوقتي الا لما ياخد لون من تحت عشان ما يطرش مننا، والنار تفضل عاليه عليه. انا بحب حجم السمك ده، مش تعيب عليه وتقولوا صغير. انا بحبه يبقى مسكر نحل. والرز اهو وطينا عليه، قلبناه ووطينا عليه
وهنتابع بقى مع بعض السمك كده وهو بيتقلي، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. شايفين السمك حبه البودره اللي احنا بنحطها مع الدقيق دي، وممكن نحطها مع السمك، بتديله لون خطير. والسمك ده انا حاطه عليه كمون وليمون وتوم وملح، والدقه بتاعتنا اللي انا ان شاء الله هعملها لكم اللي انتوا تستفادوا منها قوي. الناس اللي الدقه معاها بتبوظ او بتحطها في الفريزر، لا، انا بعمل دقه بحطها في برطمانات في التلاجة بتعيش معايا ممكن لحد سنتين. بحطها على البتنجان المخلل والبتنجان المقلي، وبحطها على البطاطس المقليه بتبقى تحفه اللي هي المسلوقه. الدقه دي هتستفادوا منها جامد قوي، هتعجبكم قوي، هتدعولي عليها. هنقلب بقى مع بعض السمك اهو بعد ما خد اللون ان شاء الله، بالراحه كده. بصوا، اللهم صل على النبي، ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بالراحه كده واحنا شغالين نسمي الله عشان ربنا يحفظنا ان شاء الله جميعا باذن الله. بصوا، اللهم صل على النبي، ان شاء الله صلوا على النبي يا جماعه. هنروح بقى نكمل بقيه السمك بتاعنا، وهقلي وانا معاكم برده، بس عشان ما تزهقوش هرجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. مش عايزه اقول لكم طبعا كل مره بتشوف النتيجه معاكم عامله ازاي اهو. تحيه لاهل اسكندريه واهل السويس ودمياط، بحييهم من قناتي سهل وسريع صفاء السيد. بس معلش يعني بحييكم والله، بس عايزاكم تقولوا لي رايكم في الرز الصياديه الجامد الاحمر ده. قولوا لي رايكم فيه ايه. وقالينا السمك اهو ما شاء الله لونه جميل وتحفه، ومعانا السلطه بتاعتنا. طبعا انتوا بتعملوا احسن، بس عايزاكم تقولوا رايكم. اهل اسكندريه والسويس ودمياط واسماعيليه، الاماكن، بورسعيد، عايزاكم تقولوا له رايكم. الناس المشهوره بالاكلات البحريه والسمك الجميل، واحلى اكلات هناك واحلى طعم. بس انا عايزاكم برضو تقولوا لي رايكم ايه في الرز بتاعنا النهارده اهو، والسمك المقلي باخف واسهل واسرع طريقه. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بحيي كل الناس اللي بتشوفني، وبحيي كل البلاد واهل السعوديه، الناس اللي بعتت لي منوريني والله ما شاء الله تبارك الله. بصوا، والناس اللي من سوريا اللي بعتت لي بحييكم كلكم. وادي اكلتنا النهارده خلصت اهي، خفيفه وسهله وسريعه، اخف واسهل اكله ممكن تعملوها. ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كنتم مع صفاء السيد، قناه سهل وسريع. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير، ومش تنسوا اللايك والشير.